يا صباح العسل، يا صباح السكر. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب. صباحكم زي اللبن الحليب، صباحكم قشطه. نهاركم كله سعيد يا رب، ويا رب يجعل ايامكم كلها في هنا وسعاده وخير وبركه يا رب، اللهم امين. بدايه كده يا حبايبي، انا قمت من النوم فتحت الشبابيك علشان الشموسه بتاعتنا الحلوه دي تدخل كده البيت. اللهم لك الحمد والشكر يا رب على نعم ربنا الكثيره اللي حوالينا كلها. والله ربنا مغرقنا بنعمه والله العظيم يا بنات. والله ربنا مغرقنا بالنعم كلها والله، اللهم لك الحمد والشكر على نعم ربنا. المهم هنا كنت فتحت الشبابيك زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، علشان ايه الهواء يدخل كده والشمس تدخل. انا البيت بتاعي اصلا يعني ما فيش فلا المكان ده بالذات اللي بيدخل لي شمس. انا كمان ما فيش حواليا بيوت تانية او كده، بيت لوحده كده. فالمكان ده بالذات اللي بيدخل لي الشمس اللي هو الشباك ده، بس لما بحب ادخل الشمس عندي في البيت بقوم فاتحه الشباك. بس بصراحة للأسف إن هي ما بتبقاش محوطة البيت كلته الشمس يعني. المهم اللهم لك الحمد والشكر. هنا ايه جيت جهزت فطار. انا بجيب العجينه بتاعه الطعميه دي جاهزه والله، وبعملها يا بنات وكل حاجه، بس يعني ايه احنا ملناش تقول عليها، فما بحبش اعمل الحاجه وارميها. بس ان شاء الله هاجي في يوم اعمل معاكم الخلطه بتاع العجينه بتاعه الطعميه واوريها لكم بتتعمل ازاي، بتبقى جميله جميله وسكر بصراحه. المهم انا هنا كانت الولاد عايزين طعميه في اليوم ده، قلت اعمل لهم طعميه سخنه. يعني جبت الطعميه جاهزه من عند من مطعم يعني اللي احنا بنجيب منه، وانا اللي عملتها على ايدي. ما بحبش احط فيها اي اضافات، في ناس بتحط فيها بيض وفي ناس بتحط فيها جبن او اي اللي هي بتبقى فيها، برضو في ناس بتحط فيها خلطه اللي هي طماطم وفلفل وحاجات. انا ما بحبش احط فيها اي حاجه لان ما بحسش ان هي طعميه الصراحه. اما اعملها كده بحس ان انا باكل طعميه. المهم انا عملت، كان عندي فول طبعا اللي انا كنت عاملاه معاكم، وجهزت الفطار وفطرنا والحمد لله. ده ايه يا بنات بقى؟ ده الحاف. عارفين انتوا يا بنات اللحاف اللي هو القطن بتاع زمان بتاع العرايس بتاع زمان؟ ده كان عندي، وبصراحه اللحاف ده جميل 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 وبيدفي بطريقه رهيبه. المهم انا كان عندي دفايتين مش عايزاهم، او بمعنى اصح يعني دفايتين، جبت اي دفايتين عندي من البيت اللي هم الدفايات بتوع السراير اللي انت بتفرشوهم على السراير دول. المهم فردت واحده تحت وفردت اللحاف. وبعد كده ايه يا بنات، حطيت الوش التاني عليه زي ما انتم شايفين، وابتديت بقى اغطي واقفل في في اللحاف. بصراحة اللحاف ده بجد طول الشتاء معايا بيدفي جميل والولاد بيحبوه. يعني انا ده بيبقى كافي لوحده، انما ولا ان انت مثلا تتغطي ببطانيتين او اي حاجة او لحاف فايبر او اي، يعني هو بصراحة لوحده كده. انا عندي الولاد بيتشكلوا عليه والله. المهم انا كنت خلصت يا حبايبي وقمت ايه، طبقته زي ما انتم شايفين كده ودخلته جوه. وبدات اشتري السجاد علشان اكنس وامسح النهارده. والله هو يوم كده ايه تنظيف كده يعني شامل بصراحه. المهم انا بس مبقاش اطول عليكم فبقى ايه، فبعمل صور يعني. المهم هنا كنت كنست طبعا، شلت السجاد وكنست زي ما انتم شفتوا، وكنست ومسحت وفرشت تاني. اللهم لك الحمد والشكر على نعم ربنا الكثيره، الحمد لله. دي بسابيسو بتاعتنا القطه بتاعتنا الحلوه. المهم ايه وايه بخيت البيرسول علشان ايه لو في دبان او في اي حشرة او اي حاجة. اللهم لك الحمد. وكنت كنست السلم بتاعي وظبطته وروقته كده وايه ورشيت قدام البيت وخلصت. اللهم لك الحمد. وقلت اجهز الطبيخ. ديت بتاعه تونه من اللي هي الصغيره دي يا بنات، اللي هي التونه الاصليه بس صغيره. المهم جبتها وشويتها اللهم لك الحمد، وطبخت شوية رز ومخلل زي ما انتم شايفين وبصل وخضار، والحمد لله نعمة ربنا وشربنا الشاي. قلت بقى اطلع اعلف الطيور بتاعتي. الكلام ده كان العصر، انا كنت عارفاهم مرة الصبح علفتهم الحمد لله وحطيت لهم مية. طبعا كنت جايبة ايه قراميط يا بنات، اللي عارف القراميط ديت اللي عارفها او اللي بيسمع عنها، القراميط ده انا بحبها جدا جدا. انا طبعا عشان انا ما بخاف منها موت، انا بخاف بس ان انا امسكها اذبحها يعني. فانا خليت سلفتي الله يكرمها يا رب ويديلها الصحة ذبحتهم ليا. وانا ايه عندي ما ذبحتهم خلاص بقى هم كده ماتوا، انا بقى ايه مبقاش خايفه منهم بقى. انما طول ما هم صاحيين بخاف امسكهم. وجبتهم ونضفتهم زي ما انتم شايفين كده يا بنات و... وقطعتهم وغسلتهم كويس جدا 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 وقطعتهم زي ما انا عايزه. انا هعمل القراميط دي في صلصه بس طبعا مش النهارده لان انا طبعا طبخت. فانا جبتها ايه اليوم تاني يبقى تبقى عندي اطلعها يعني.
فاهمين؟ فانا هنا بقطعها قطع صغيره لان انا بطبخها في الصلصه، ويوم ما اطبخها ان شاء الله هوريها لكم طبعا معاكم، وهعرفكم انا بعملها ازاي. بتبقى جميله جميله، وبتبقى طعمها زي السكر والله العظيم. يعني بصراحه بتبقى خطيره يعني. جربوها برضو، وانا هعملها معاكم واعرفكم بتتعمل ازاي والطريقه. هنا كنت خلصتها طبعا تقطيع، وغسلتها كذا مره وشطفتها كويس جدا، خليتها فله بصراحه والله يا بنات. وحطيت حطيتها بليتها في ميه وليمون وملح وخل وظبطتها، وهنقعها شويه حلوين، وبعد كده هطلعها من الميه، هصفيها وعينها في الفريزر لحد ما اعوز ان انا استعملها. هطلعها وهعملها معاكم برضو، وهعرفكم الطريقه ازاي. بس انا عشان كانت فرصه ان انا لقيت الراجل بتاع القراميط فانا جبتها. هنا طبعا كنت غسلت الوعي طبعا، لان مكان القراميط الحوض اتزفر وكده. غسلت المواعين وغسلت الحوض والحنفيه، وخلصت مطبخي ما شاء الله، وغسلت بوتجازي، وخلصت كل حاجتي كده، وما شاء الله خليتها فله كده. اللهم لك الحمد، وربنا يديم علينا يا رب نعمه الصحه والعافيه يا رب. وعملت حصرة الجبنة بتاعتي اليومية المقدسة. واللهم لك الحمد والشكر يا رب على نعم ربنا، وبألف هنا وشفا يا حبايبي على قلبكم. وكنست سلمي والشارع بتاعي، أو كنست قدامي البيت. اللهم لك الحمد، ربنا يديمها نعمة. وحبايب قلبي هتوحشوني لحد ما أشوفكم. ادخلوا اعملوا له اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، وهتشرفوني، ومتابعتكم شرف لي على دماغي. وألف ألف ألف سلامة يا حبايب قلبي.